خليني أسألك سؤال سريع كده. أنت متخيل إن في نوع بيانات في بايثون تقدر تلف عليه وتعدل فيه كمان، وهتقدر تزود وتحذف وترتب وتقلب، وهتعمل بيه نص البرامج اللي في الدنيا تقريبا. لو لسه مش متخيل، عايزك تركز معايا لأن النهاردة هنقفل موضوع الليست ده قفلة محترمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن الديب، وده فيديو جديد في سلسلة تعلم بايثون. احنا في الفيديو اللي فات فهمنا يعني ايه ليست، وازاي ننشئها، وازاي نضيف ونحذف جواها. طيب النهارده بقى هنعمل ايه؟ هندخل على الشغل التقيل. هنبدأ باللوب. في الفيديوهات اللي فاتت احنا شرحنا يعني ايه لوب. طيب عايزين نربط اللوب بالليست. تعالوا مثلا نقول عندنا ليست اسمها numbers، ونقول له الليست دي جواها عناصر 1 لحد 5 مثلا، ونقول له for num in numbers، واقول له عايزك تطبع لي print num. طيب تعالوا نفهم الدنيا ديت ماشيه ازاي، او الكود ده بيقول ايه بالظبط. دلوقتي انا بقول له عايزك تعدي على الليست كلها، او كل عنصر جوه الليست بالظبط. يعني ايه؟ يعني عايزك تشوف كده العناصر اللي جوه النمبرز وتلف عليها، وكل عنصر هتحطه في المتغير اللي انا اديتهولك اللي هو اسمه نم. طيب بعد كده هتعمل لي ايه؟ عايزك تطبع لي نم بكل عنصر هي خدته. تعالوا نشوف كده. زي ما انت شايف كده انها طبعت لي كل العناصر اللي جوه الليست. طيب دلوقتي لو انا عايز اطبع التربيع بتاعها، هنعمل ايه؟ هنقول له هنعمل الحركة دي بس كده، يعني معناها أس 2، وندوس رن. زي ما انت شايف كده طبع لي التربيع بتاع الليست كله. طيب لو انا بقى عايز اطبعها بشكل يكون شكله حلو وكود اقل او عدد سطور اقل، ممكن نعمل متغير او ليست جديد اسمها سكوير مثلا. ماشي، ونقول له في الليست ديت عايزك تعمل لي ايه بقى. هنضيف متغير اسمه اكس، ونقول له انا عايزك تربعهولي. طيب هتربعهولي ازاي؟ زي ما احنا متعودين، ونقول له فور الاكس موجودة في النمبر او في النمبرز. تمام. طيب دلوقتي هنيجي نطبع ايه بقى؟ هل هنطبع الاكس ولا هنطبع السكويرز؟ نطبع السكويرز. نقول له برنت سكوير. زي ما انت هتشوف كده طبع لي السكوير اللي جوه العناصر، هي نفس السكوير بالظبط. طب دلوقتي لو انا عايز اعمل شرط بقى، ادخل شرط. لو انا مثلا مش عاجبني ده كله وعايز اطلع الاعداد الزوجيه بس من الليست، هنعمل ايه؟ هنقول له بعد ما تربعهولي عايزك تطلع لي الاعداد الزوجيه بتاعته. هنقول له عندك شرط اسمه اف زي ما احنا متعودين، ونقول له عندنا المتغير اللي هو اسمه اكس ده، ونقول له باقي الاسم بتاعه على الاتنين بيساوي 0. تمام. وندوس رن كده. زي ما انت شايف كده طبع لي الأربعة والستاشر، اللي هو لو خدنا الجذر بتاعهم اللي هو الاتنين والأربعة. الاتنين والأربعة. تمام. طيب دلوقتي بقى عايزين نعدل عنصر. ازاي بقى نعدل العنصر اللي جوه الليست؟ لو احنا مثلا ضفنا ليست جديد واسمها num، ونقول له الليست ديت موجود فيها عنصر مثلا من 1 ل3، وانا عايز اغير العنصر رقم 3 ده واقول له خليهولي 4. هنعمل ايه؟ هنقول له اكتب لي اسم الليست. طب بعد ما كتبت اسم الليست عايزك تضيف لي الرقم اللي انت عايز تغيره. هل هضيف ال3؟ لا، احنا قلنا انه العنصر او العد بيبدأ من الزيرو، يعني هو في الخانة رقم 2، 0 1 2. هنقول له غير لي العنصر اللي في خانة 2 وخليه مثلا رقم 6 مثلا، وعايزك تطبع لي برنت
num. زي ما انت شايف كده غير لي ال3 بال6. طيب هو ده مهم؟ ايوه مهم. ليه بقى مهم؟ عشان اغلب استخدام البرامج هتستخدم الليست. ليه؟ عشان هي قابلة التعديل فيها. طيب ازاي بقى نضيف عنصر؟ خلينا نراجع الاضافة بشكل سريع. احنا خدنا في الفيديو اللي فات يعني ايه نضيف وازاي نضيف، ولكن خدناها بطريقة append. طيب هي append دي كانت بتضيف ازاي؟ وليكن نقول له عايزين نضيف عنصر nums، ونقول له عايزين نضيف مثلا، احنا قلنا ضايفين 6، هنضيف 7 مثلا. طيب دلوقتي append بتعمل ايه بقى بالظبط؟ append بتضيف عنصر في الاخر خالص، في اخر الليست. يعني انا لو عملت كده وطبعت print nums، تعالوا نشوف كده. زي ما انت شايف كده طبع لي العنصر في الاخر، العنصر رقم 7 في الاخر الليست خالص. طب دلوقتي لو انا عايز اضيف عنصر ولكن انا مش عايز اضيفه في الاخر، هعمل ايه؟ في عندي حاجه اسمها insert. ايوه insert. طيب تعالوا كده نقول له nums دوت insert، ونضيف له وليكن مثلا احنا عايزين نضيف له فين بالظبط. وليكن احنا عايزين نضيف العنصر ما بين 1 و2. طيب بعد 1 هيكون رقم 1. ليه؟ لأن احنا بنبدأ بالصفر، مش عايز أفكرك كل شوية. يبقى هنقول له عايزك تحطه لي في خانة رقم 1. تمام؟ طيب هتضيف لي عنصر بقى. ايه العنصر اللي انت عايز تضيفه؟ وليكن مثلا عايزك تضيف لي 99. حلو؟ وأقول له print nums. وزي ما انت شايف كده ضاف لي ال99 ما بين الاتنين وما بين الواحد، وهو الخانة الأولى، لأن احنا بنبدأ بصفر. هتقولي انت كل شوية عمال تقولي بنبدأ بصفر بنبدأ بصفر. أيوه لازم أعرفك وأفكرك، ولازم تبقى مركز في النقطة دي، لأن عشان لو انت غلطت فيها، لو كتبنا مثلا 3 زي ما انت شايف كده ضافها لي هنا، ومش هتعرف اللي غلط فين، لأن الكود هيشتغل عادي وهيضيف لك الرقم بالظبط، ولكن مش هيضيفهولك في المكان اللي انت عايزه. طيب هو ليه بقى كويس اللي حصل معانا الحتة دي؟ ليه بقى ضاف لي 99 مرتين؟ لأن أنا كنت ضايفها أول مرة، ضفتها له في رقم 2، الخانة اللي هي رقم 1 قصدي، وبعد كده جيت ضفتها له تاني، فأنا ما حذفتهاش فهي لسه موجودة. يعني لو كتبت غيرتها كده وخليتها 4 وضفنا وشغلنا رن تاني، هتلاقيها اتضافت مرة كمان. حلو حلو. طيب دلوقتي لو أنا بقى عايز أضيف ليست كاملة، هنعمل إيه؟ في عندنا حاجة اسمها extend عشان نضيف ليست كاملة. هنقول له nums دوت extend. طيب ايه بقى اللي انا عايز اضيفه؟ عايز اضيف له ليست فيها الرقم وليكن مثلا 100، وهضيف له كمان الرقم 200. حلو حلو. طيب دلوقتي هقول له print nums، وهتشوف دلوقتي ان هو ضاف لي ال100 وال200 اللي انا ضفتهم له في الليست، ضافهم لي في الليست اللي انا قلت له عايزك تضيفهم لي اللي هي النمز. طيب خلينا بقى نلخص الدنيا كده عشان انا عارف ان انت تهت معايا. دلوقتي احنا عندنا 3 حاجات عشان نضيف بيهم، اللي هي الابند والانسيرت والاكستند. دول لازم تعرفهم في الاساس. طيب عندنا الابند، قلنا الابند ده عنصر واحد بس بتضيفه في الاخر خالص، في اخر الليست خالص. زي ما احنا قلنا كده ضفنا العنصر اللي هو رقم 7 وضافه لي في الاخر الليست خالص. طيب insert بقى بنضيف عنصر في مكان محدد، انا اللي بديله المكان، زي ما انت قلت لك كده انا اللي مديله المكان اللي عايز اضيف فيه. طيب extend بقى، extend دي بضيف ليست كامله. طيب دلوقتي احنا عرفنا ازاي نضيف، دلوقتي بقى نيجي عشان نمسح بقى. طيب عشان نمسح خدنا المره اللي فاتت remove. طيب
هل في حاجة برضو غير ريموف؟ ايوه، زي ما خدنا حاجات تانية غير append. طيب تعالوا نقول له nums دوت remove، وهقول له وليكن عايزك تمسح لي اللي هو عنصر رقم 2، وهقول له 2. كده مسحها لي. طب دلوقتي انا عايز اطبعها، اقول له برنت، او خليها في كود تاني عشان هيمسحها لي مرتين وهيجيب لي ايرور. اقول له برنت nums. زي ما انت شايف كده شال لي العنصر اللي هو رقم 2 اهو. ركز كده على الكود اللي فوق، شال لي رقم 2 اللي كانت هنا. طيب في عندنا حاجة اسمها nums bob، nums دوت bob. يعني ايه بقى؟ لو انا سبتها له كده ايه اللي هيحصل؟ اقول له print nums. تعالوا ندوس كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هيشيل لي ال 200، عامله زي insert بالظبط. insert بتضيف عنصر في الاخر، بوب بتحذف اخر عنصر. طيب لو انا دلوقتي عايز احدد العنصر اللي انا عايز اشيله، بس مش عايز اضيف العنصر اللي متضاف نفسه، عايز اضيف مكان العنصر. في عندنا ممكن تقول له رقم العنصر في بوب، وليكن مثلا احنا عايزين نشيل العنصر اللي هو رقم 1. ركز هنا ونقول له اول عنصر خالص اللي هو رقم 1 ده مكانه 0. تمام، يبقى نقول له 0 وندوس رن. زي ما انت شايف كده ضاف شال لي الواحد. طب وال200 ما رجعهاش ليه؟ لان انا كنت حذفها في المره اللي فاتت. طيب دلوقتي بقى لو انا عايز امسح الليست كلها هعمل ايه بقى؟ لو انا زهقت من الليست خالص وقلت انا عايز امسح العناصر اللي جوه الليست، هنقول nums اسم الليست دوت كلير. لو عملنا كده ونقول له عايزك تطبع لي برنت nums، ايه اللي هيحصل؟ شال لي كل العناصر اللي جوه الليست، يعني الليست دلوقتي بقت فاضيه خالص. طيب دلوقتي بقى ازاي نرتب العناصر في الليست؟ خلينا دلوقتي نرجع ونضيف كود ونقول له نملى النمز تاني. نقول له عندنا العنصر او الليست اللي اسمها نمز ايكوال، ونضيف فيها عناصر عشوائيه او ارقام مش بالترتيب. نقول له 5 2 3 8 4. طب دلوقتي انا معايا لستة الارقام بتاعتها مش مترتبه. طب لو انا عايز ارتب الارقام دي، سواء عايز ارتبها تصاعدي او ارتبها تنازلي، طيب لو انا قلت له nums دوت sort، nums دوت sort ديت عشان ارتب ترتيب تصاعدي. تمام، وبعد كده هقول له عايزك تطبع لي print nums. طيب تعالوا ناخد ده كده كوبي ونضيفه تحت هنا ونغير sort، لكن هنشيل النمز دي ونغير sort لريفيرس. طيب ريفيرس بقى عكس سورت بالظبط. يعني سورت بترتب تصاعدي من اصغر رقم لاكبر رقم، ريفيرس بترتب من اكبر رقم لاصغر رقم. وتعالوا نشوف كده. زي ما انت شايف كده اول مره راح ظبط لي الارقام تصاعدي، وتاني مره ظبطها لي تنازلي. انت اكيد شايف ان الحاجه دي حاجه بسيطه، بس اكيد هتستخدمها كتير في الواقع. طيب لو انا بقى عايز اعمل او اشوف العنصر متكرر كم مره، في عندنا حاجه اسمها nums. اقول له nums مثلا
في عندنا حاجة اسمها كورت، ده في تعليق كده، كاونت واندكس. طيب ايه كاونت وايه اندكس دي؟ عندنا كاونت ده بنشوف العنصر متكرر كم مرة في الليست. طيب واندكس اول مكان للعنصر. طيب تعال نقول له وليكن مثلا عندنا ليست اسمها num، ونحط فيها رقم 1 2 3 2. كده عندنا رقم 2 متكرر 3 مرات. حلو حلو. قول له عايزك تشوف لي، قول له برنت، ونقول له nums دوت count، وعايزك تشوف لي الرقم 2 ده متكرر كم مرة في الليست. تمام تمام. طيب دوس رن كده. قال لي مرة واحدة. ازاي مرة واحدة؟ بص بقى، شفت انا هنا غيرت اسم المتغير، يعني نمز عملها لي على النمز اللي هي الليست اللي فوق. طب انا هعمل ليست تانية، شيل الاس دي. شفت جابها لي ان هو متكرر 3 مرات. طيب لو انا بقى عايز اشوف الرقم، اقول له برنت num دوت index. زي ما احنا قلنا ان index بتشوف العنصر ده اول مكانه فيه، اول مكان ظهر فيه. وليكن مثلا انا عايز اشوف العنصر اللي هو رقم 2. العنصر رقم 2 وندوس رن، جابولي رقم 1. زي ما احنا قلنا بنبدأ العد من 0 0 1. احنا قلنا له عايزين نشوف العنصر رقم 2. طيب ازاي بقى ننسخ الليست؟ عايزين ننسخ الليست، هننسخها ازاي؟ لو معانا ليست اسمها ايه مثلا، ونقول له ان الليست دي جواها 1 2 3. تمام. وعندنا بي، ونقول له انا عايز البي ديت هي تكون نفس الليست بتاع الايه بالظبط. هنقول له بي ايكوال ايه دوت كوبي، ونفتح الاقواس بتاعتها. تمام تمام. طيب لو انا بقى عايز اضيف عنصر جوه البي، عايز اغير البي، يعني عايز اضيفها او ازود عليها رقم مثلا 4، هنقول له بي دوت ابند. عايزك تضيف لي الرقم 4 ده، وهيضيفه لي بعد ال3 على طول. واقول له عايزك تطبع لي برنت، عايزك تطبع لي الايه. تمام. وهاتوا كوبي، واقول له عايزك تطبع لي البي، وندوس رن كده. زي ما انت شايف كده طبع لي الليست اللي في الايه، اللي هي 1 2 3، والليست اللي في البي هي نفس الليست اللي في الايه، وزود عليها الاربعه اللي انا قلت له عايزك تزودها لي في الاخر عن طريق ابند. طب دلوقتي لو انا ما كنتش استخدمت كوبي دي، ايه اللي كان هيحصل؟ كان اي تعديل هيحصل هيأثر على الاصل. طيب لو قلت له بي ايكوال ايه، تمام، ونشيل الكوبي دي، دوس رن كده. زي ما انت شايف كده عدل لي على ايه على طول، وزود لي فيها الاربعه. طب انا مش عايز ازود 4، عايز ازودها في البي بس. عشان كده قلنا ناخد نسخه من الايه بس، ما نسويهاش ببعض. طيب طيب دلوقتي بقى لو عايزين نعمل ايه بقى، عايزين نقسم الليست، نخليها ياخد اول جزء، ومتغير تاني باسم تاني ياخد جزء تاني من الليست، ومتغير تالت ياخد جزء الاخير من الليست. هنعملها ازاي؟ تعالى ناخد مثال. نقول له مثلا عندك الفيرست، وعندنا نحط الستار ميدل مثلا منتصف،
وعندنا last، ونضيف له نقول له الليست اسمها 1 لحد 5 مثلا، 4 5. حلو. طيب دلوقتي بقى لو انا قلت له عايزك تطبع لي برنت، تطبع لي ايه بقى؟ الفيرست تمام. ناخد ده كوبي، وعايزك تطبع لي الميدل، وعايزك تطبع لي اللاست، وندوس ران. زي ما انت شايف كده قسمها لي، ده 1 بوينت تمام. زي ما انت شايف كده قسمها لي على طول. كده الكود بقى انضف واقل تعقيد واحلى في الشكل كمان. طيب كده يا سيدي احنا قفلنا الليست من الالف للياء من غير ما نسيب حاجه ورانا. لو فهمت الفيديو ده انت حرفيا قطعت شوط كبير في بايثون. لو الفيديو فادك دوس لايك واشترك في القناه، واكتب لي في الكومنت ايه اكتر حاجه كانت جديده عليك. ولو في حاجه انت مش فاهمها او مش واضحه معاك اكتبها لي في التعليقات وانا هرد عليها بنفسي. اشوفك في الفيديو اللي جاي.